كان منتصب للوزارة ولا يشتغل بالوزارة. أنا لما وصلت للوزارة في سنة 2002 بحكم مساري المهني في عدة وزارات حرصت على استقبال كل الإطارات. ولما نسأل عليه لقيته ما يخدمش في سفريات دائمة. لما سألت عليه الأمين العام للوزارة خاف علي منه، خاف علي أنا منه، وقريب يترجاني ويقول لي خليك منه، يعني من باب النصيحة. من باب النصيحة، لأن السيد كان فرعون متجبر يزدري كل الموظفين زملائه وغايب على مدار العام. ولكن اليوم ما رجع وكلمته وجاني، يعني الغريب في الأمر لما سألته أنت وين كنت؟ قال لي في مهمة في الخارج. أنا تعجبت، مهمة في الخارج وأنت إطار في الوزارة يعلم بها الوزير ولا الأمين العام على الأقل. ففاجأني وقال لي هذه مهام باسم الدولة، وللدولة تتجاوز مستواك وأنت الوزير. تملكت أعصابي، طردته وبعثت طلب إنهاء مهامه. طردته من المكتب؟ من المكتب ودرت في أول لقاء لك به؟ في أول لقاء لي به إن خدرتني الغيرة على بلادي. شرف الوزارة مستقيس الدولة كان في محك. شوفوا الموظفين كامل يشوفوا في واحد متغول على الدولة باسم علاقاته مع الخارج، باسم علاقاته مع السفراء فرنسا بالجزائر، باسم علاقاته اللي يشهرها يوميا مع شيراك ومع ساركوزي ومع ماكرون. الغريب ايوه الغريب ان احد المسؤولين في ديوان السيد رئيس الحكومه انذاك كلمني بعد التحيه ورئيس النبض، قال لي السيد الوزير انت اقترحت انهاء مهام بوعلام صنصال. قلت له امر عادي من صلاحياتي. قال لي ولكن هو من هو يا سيدي؟ هو من هو؟ قال لي هو كاتب وعارف، ولكن عارف يعاون الجزائر في المحافل الدوليه في مهمات رسميه، وعلى بالك لو كنا نوقفوه في عاصمه غربيه راح تتزعزع. هذا تهديد ولا تحذير ولا ممكن يعني يحاول، يعني ممكن ما نعرفش السيد. فقلت اذا كان هذا السيد هذا يكل بهذه المأموريات الدبلوماسيه على اعلى مستوى، مكانه الاصلي في الخارجيه وقبل الخارجيه على مستوى الرئاسه، اما بوزاره الصناعه انتهت مهامه.